الحمد لله الذي فضل على كثير من خلقه نوع الإنسان وخص منهم بمزيد فضله أمة حبيبه سيد بني عدنان. نحمده على أن جعلنا منه ونزل علينا القرآن ووهب لنا ليلة القدر هي خير من 1000 شهر وأفضل أجزاء الزمان. من قامها إيمانا واحتسابا نال الفرح والرضوان. ونشكره على أنه جعل أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له خلق الخلق وعلمه البيان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البوادي والعمران. أما بعد أيها الثقلان ويا أيها الحاضرون من الإنس والجان، قد مضى أكثر شهر رمضان وستمر بقيته كمضي الآن. فطوبى للسابقين الأولين ساموا نهاره عن الشهوات وقاموا لياليه بالاحتساب والإيمان. وويل للمتخلفين الباعدين ضيعوه ولم يعرفوا قدره ولم يخلصوا نفوسهم من عذاب النيران. فعليكم أن تغتنموا ما بقي منه وودعوه بالأعمال الصالحة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وما أدراكم ما هذا الشهر ذو العزة والقدر وعلو الشان. شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، شهر صوم نهاره جنة من عذاب النيران، شهر قيام ليله روح وريحان، شهر للصائم فيه فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن. شهر تصفد فيه الشياطين وتغل فيه مرضة الجان. شهر من صام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من العصيان. شهر من قام فيه إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان. شهر فيه ليلة القدر قيامها خير من 1000 شهر ونجاة من النيران. شهر من أدى فيه النفل وجد ثواب الفرد، ومن أدى فيه الفرد وجد ثواب 70 فريضة وبشر بالجنان. شهر لله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النيران. فإذا كان آخر ليلة منه آتق الله بعدد ما مضى وأفاض الرحمة والرضوان. شهر الصبر والمواساة وشهر الفرح والموافات وشهر الفضل والإحسان. الوداع والوداع لشهر رمضان. شهر الكرم والجود. من عرف قدره عز قدره في اليوم المشهود ودخل دار الرضوان. الوداع والوداع لشهر رمضان. شهر ينادي في كل ليلة منه مناد بإذن ربه هل من داع فأجيبه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مستغفر فأغفره وأفيض عليه سجال الامتنان. الوداع والوداع لشهر رمضان. شهر كم تقضى فيه حوائج المحتاجين ويجاب دعاء الداعين وتعتق الرقاب من النيران. شهر التسابيح والتراويح وتلاوة القرآن. أيها الإخوان والخلان، اشكروا الله بصميم القلب وخلوص اللسان على أنه قد أحسن إليكم بهذا الشهر الشريف جليل الشان. يا عجباه للمسكين كيف يأتي في هذا الشهر ولا يكتسب المغفرة، ويا أسفاه على من فوت من هذا الشهر نصيبه، ووا حسرتاه على من ظلم نفسه في هذه الأيام بترك التوبة، ووا خيبتاه لمن لم يتيقظ في هذه الأيام من الغفلة ولم يدع الزور واللغو والرفث والعصيان. أتحقق للمغرور أن يدرك مثل هذا العام
أم يخاف أن يدركه الموت في هذا العام أما يعلم أن الموت يفاجي لا يرسل مخبرا ولا يناجي أما يعلم أن كاس الموت دائر على كل شيء وكل موجود فان أقسم بالله عليكم أن تغتنموا ما بقي من هذا الشهر ولا تضيعوه عسى الله أن يرحمكم ويجيركم من الخسران